هل عمرك فكرتي إن طاقتك الأنثوية ممكن تأثر على شكل علاقتك؟ فاكرة لما كنتي بتحاولي تعبري عن مشاعرك لجوزك وفجأة الموقف بيتحول لجدال؟ طب جربتي تراقبي انتي داخلة الحوار بأنهي طاقة؟ الطاقة الأنثوية مش بس رئة ونعومة، دي كمان حضور، استماع، استيعاب وثقة في حدثك. جون جراي بيقول إن الراجل بيزدهر لما بيحس بالتقدير، لكن إزاي نقدر من غير ما نضيع نفسنا؟ هنا بيجي دور التوازن. جوتمان بيأكد إن سر نجاح أي علاقة مش بس إننا ما نختلفش، لكن نرجع نعرف نتواصل بعد أي خلاف، وده محتاج إننا نكون متصلين بنفسنا أولا. يعني قبل ما نحاول نحل أي مشكلة نسأل نفسنا، أنا داخلة الحوار ده من طاقتي الأنثوية ولا من طاقة دفاع وهجوم؟ لما نختار نكون في طاقتنا الأنثوية بنخلق مساحة راقية للحوار، مساحة فيها احتواء بدل الجدال، وفيها سؤال بدل الافتراض، وفيها حب بدل لوم. استنوا الفيديوهات الجاية علشان نعرف نستخدم أكتر طاقتنا بوعي. وسيبولنا في الكومنتات امتى آخر مرة كانت طاقتك الأنثوية مأثرة في شكل العلاقة.